السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. في زحمة الأيام وفي زحمة المشاكل اللي بتمر بها البلاد والعباد، وفي زحمة ارتفاع الأسعار اللي كسر عظم الشعب المصري، والناس بدأت تصرخ كلها، بدأت تصرخ، الغني والفقير كله بدأ يصرخ من اللي حاصل، من النظام الفاجر اللي مصمم ان هو يموت الشعب المصري بالبطيء. نلاقي حوادث وجرايم وانتحال شخصية ومعرفش، ونصب هنا وسرقة هنا. يعني الناس هتلاقيها من الحكومة ولا من النصابين ولا من ايه بالظبط. يعني مرت امور حياة كتير عليا الفترة اللي فاتت. انا كنت مريضة الحمد لله على كل شيء، ومتابعة السوشيال ميديا من اللي حاصل حوالينا من حرائق ومصايب وجرائم وارتفاع اسعار. طحنت الناس وانا اولهم. انا واحده من الشعب المصري، اول واحده مطحونه، وبحاول اقاوم وبحاول ازحف عشان امشي الدنيا اللي مش عايزه تمشي. نلاقي حاجه زي راجل المستشار اسمه محمود مصطفى كمال من المنوفيه ده. معرفش، المنوفيه بتصدر لنا يعني الايام دي جرائم ومصايب وحوادث كتيره ليه مش عارفه. انا حسدتهم ولا ايه؟ كنت بقول عليهم ناس عباقره وناس محترمين وناس عمليين. هل هو مثلا حاطط اسم كلمه اشمون دي زي تمويه يعني، او بعد الشبهات عنه، وحاطط لي بعض الايات القرانيه وبعض ان هو راجل حافظ كتاب الله بالروايات العشر وما اعرفش وايه. طيب اللي احنا سمعناه ان الراجل ده انتحل شخصيه قاضي وما اعرفش، وعن طريق احد الموظفين في محكمه شرق القاهره تقريبا، اتأجر قاعة وتصور فيها بحيث يخدع ضحاياه طبعا من الناس المسكينة. طبعا أكيد في ناس كتيرة بتبقى مضطرة، مش هقول ناس بسيطة أو ناس مش متعلمة، لا بالعكس، ممكن يكون في ناس متابعة للأسف في بعض اللصوص المحترفين، بعض الناس اللصوص المحترفين اللي بيتقنوا النصب على الناس الغلابة، اللي بيقولوا الغرجان بيتعلق في قشاية، يعني بيبقى إنسان مضطر ساعات يعني. واحنا حتى يمكن احنا في مجالنا كمحاماة ساعات كنا بنضطر ندفع رشاوى عشان نمشي امورنا او نمشي اوراقنا او مصلحه معينه تمشي. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غير، الحمد لله يا رب اني بعدت عن هذه المهنه، وليس كمهنه في حد ذاتها لان في ناس بتزعل مني، ولكن كالاشخاص اللي بيمارسوا المهنه فيهم ناس كتير الا من رحم ربي. بعد كل البعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى يعني. زيطه وحدث ولا حرج في كل شيء. المهم مش موضوعنا. فالناس بتضطر طبعا تلجأ لأي حد يساعدها، فطبعا ده اللي قاضي قدامهم. طب القاضي ده على اتفاجئت ان 5 سنين بيمارس الموضوع انه يدخل القاعة ويصور نفسه، وده ممكن يكون كمان كان بيعمل جلسات ويدخل الناس كمان تحضر ما هو خلي بالك، اصل ياخد قاعة كده وادخل لفلان ده متأجر القاعة بناء عليه، انا مش عارفة. طب فين الامن بتاع المحكمة؟ انا مش عارفة. فين القضاة اللي في المحكمة دي؟ واكيد تابعوا وشافوا صفحة المدعو دواتي المنتحل شخصية القاضي. فين هم؟ ما خدوش لبالهم، ما شكوش في الموضوع؟ ولا هي الشرطة المصرية والمركزين بس مع الناس اللي يقول رأيه على السوشيال ميديا اللي يتحبس او يتهدد او يتشد ودنه ولا جرسة ود؟ فالحين بس في الموضوع ده بس. ازاي 5 سنين على مرأى ومسمع؟ يعني راجل قاضي ازاي ده كده بقى؟ ده كده فتح باب ان في مهن كتيرة ممكن تكون بنفس المنظر ده. اهو في مهن كتير، الطب زي ما قلنا قبل كده والتمريض والتدريس والله والسفراء والوزراء وغيره. وشفنا وزير التعليم اللي مزور الشهاده بتاعته، وشفنا مذيعين زي الباشا توفيق عكاشه اللي كان مزور شهاده الدكتوراه. راجل كاتب حافظ لكتاب الله وفي نفس الوقت بيطلب رشوه. ازاي انا اثق فيه؟ ازاي انت كاتب لي حافظ لكتاب الله بروايات العشر؟ يعني راجل بتاع ربنا بالزياده، ازاي يطلب اطلب رشوه عشان امشي لك مصلحتكم؟ طب هل في ال5 سنين دي فعلا كان بيمشي؟ ما هو معنى استمراريه 5 سنين، ما معلش، ما انا رحت لواحد عشان يقضي لي مصلحه وفشل في ان هو يقضي لي المصلحه دي، خلاص انا هبعد عنه او على الاقل هطلع اتكلم عنه. لكن الموضوع يعني غالبا اللي كشفوا ان في حد قصر معاه المصلحه ما اتنفذتش، معناه ان كان بينفذ قبل كده المصالح دي، معناه ان كان بينفذ فعلا، وان في ايادي ممكن تكون في القضاء فعلا كانت بتساعده، او في حد موظفين في ما الموظف اللي خد رشوه وجاب الرشوه ياخد 3 مليون جنيه مقابل ان يستاجر قاعه في محكمه. يبقى معناه ان موظفين كانوا بيساعدوه بقى في ان ممكن يكون عن طريق قضاة تانيين برضو وسطاء، او الله اعلم بيه بقى، الله اعلم بقى. الموضوع اتفتح على الاخر. لكن فين الشرطه المصريه؟ وفين فين الناس
فين الناس القضاة الأصدقاء بتوعه أو اللي شغالين في المحكمة دي؟ هم فين؟ أنا مش عارفة. ومصر رايحة على فين؟ برضو أنا مش عارفة. احنا دلوقتي أقسم بالله عايشين، احنا دلوقتي بنتمنى الموت قبل الحياة. ما عادتش فارقة بالنسبة لنا خلاص، ما عادتش فارقة بالنسبة لنا خلاص. لما نام وجوم على أسعار رهيبة، أسعار رهيبة 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 بطريقة غريبة الشكل. يعني قتل ممنهج للشعب المصري على مرأى ومسمع من الجيش المصري اللي على راسهم الفسدة، الفسدة اللي ماسكين الجيش المصري، الفسدة اللي ماسكين الجيش المصري اللي جابوا لنا السيسي ده، هو مش عايزين يمشوه. يعني مش بنقول الجيش كمكون جيش، الجيش مكون من الضباط، ضباطنا ده جارنا، الضباط والعساكر ولادنا، ابن اخويا وابن اختي وابني وجاري، ده الجيش مكون جيش. لكن الناس المستفيده دي، المستفيده اللي واكلينها في كرشهم ومش بيشبعوا، اللي مش بيشبعوا، كفايه لحد كده. انتوا مستنيين ايه؟ طب ماشي، ما احنا، ما لو الشعب، ما لو ابيد الشعب المصري مش هيبقى تحكموا مين؟ تحكموا نفسكم، مش هيبقى لكم طعم. وانتوا ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلوبكم الكبر والغرور، ان انا ربكم الاعلى. انا الجيش دلوقتي اللي كلنا كنا بنحبه، الناس بدات تكرهه، واللي في عقيدتهم ان هم اللي ساندين السيسي، سواء بقى فعلي او بعضهم او المجلس العسكري، الله اعلم مين اللي سانده بالظبط. المهم الناس اكيد مستفيده، وما فيش حد يجفر هذا الشخص الا اذا كان مستفيد. وما فيش حد بيطبل الى يومنا هذا في وجود كل الفجر اللي حاصل في البلد، وكل الوساخه اللي حاصله في البلد، وكل الفشل والهبوط اللي نازل البلد نازله لتحت، ومصرين يطبلوا ويقول احنا سعداء واحنا ورا رئيسنا، الا اذا كانوا مستفيدين واستفاده رهيبه. ان اطباء طلعوا يتكلموا، علماء طلعوا يتكلموا، رجال اعمال طلعوا يتكلموا، اعلاميين المحترمين طلعوا يتكلموا، وفي ناس مصره في وجود هذا الفساد انهم يطبلوا. ده في حاجه كده غريبه، فعلا في حاجه غريبه. فالناس على اخرها قاعد لها تكه وخلاص، يعني فعلا خلاص فوهة البركان كادت ان تنفتح. وربنا يستر علينا وعلى الايام الجايه. وشكرا لحسن استماعكم.